بعد ما عرفنا الفيديو اللي فات ازاي بنتخن، هنتكلم ازاي نخس. الموضوع ممكن يبقى بسيط، الجسم بيخزن الاكل زياده فاحنا نقلل الاكل. حاجه تبان منطقيه بس مش شرط تخس لو قللت اكل. جسمك مش متعامل مع الاكل انه حاجه داخله وخارجه كده وخلاص. جسمك اذكى من كده. لما بتقلل الاكل مره واحده جسمك بيفتكر ان في مجاعه فبيبدا يبطئ الحرق وبيخزن الدهون اكتر، ممكن كمان يحرق عضلات بدل الدهون. يعني تقليل الاكل مره واحده بيعتبر بيدمر جسمك. طب نعمل ايه عشان نخس صح؟ ظبط اكلك، ما تقطعش اكلك كله مره واحده او تقلله خالص. انت زود اكل فيه الياف زي الخضار. الالياف دي بتملى المعده وبتتهضم ببطء فبتحسسك بالشبع وبتنظم حركه الامعاء كمان. وقلل اكل دهون مصنعه وسكريات. تعالوا نتكلم حبه عن انواع الدهون وايه الدهون المصنعه دي اصلا. اول حاجه الدهون مش كلها وحشه، في دهون طبيعيه بنسميها الدهون غير مشبعه، ودي موجوده في حاجات زي زيت الزيتون والمكسرات والسمك زي السلمون والتونه. الدهون دي جسمك محتاجها وبتساعده على تنظيم الهرمونات وبتفيد القلب وبتخليك كمان تشبع اسرع. في دهون مشبعه ودي موجوده في منتجات زي اللحمه الدسمه والزبده والجبنه كميه الدسم، ودي لو اتاكلت بكميات كبيره ممكن ترفع الكوليسترول، لكن كميات بسيطه منها مش خطر ولا حاجه. اما بقى مصيبه فهي الدهون المتحوله او بنسميها الدهون المصنعه، ودي بتكون موجوده في المعجنات الجاهزه والسناكس واي حاجه مكتوب عليها دهن نباتي زي بعض انواع الجبن مثلا. الدهون دي مش بتخنك بس، دي بتدمر القلب والاوعيه الدمويه وبتزود نسبه اصابتك بالسرطان كمان. بعد ما تظبط اكلك اتحرك حتى لو نص ساعه مشي في اليوم، ده بيحرق دهون وبيحافظ كمان على العضلات. نام كويس، النوم بيقلل التوتر وبيساعد كمان على تنظيم الهرمونات. جربت ده كله لسه مفيش فرق، ساعتها ممكن نفكر في الادويه او حتى العمليات لو الحاله محتاجه. بس الموضوع كبير، لازم نعرف انواع الادويه دي وبتشتغل ازاي وهل هي امنه ولا لا. لو حابين نتكلم اكتر عن الموضوع ده في فيديو تاني قولوا لي في الكومنتات. وبس كده، لو عجب الفيديو ما تنساش اللايك والفولو. سلام.